الاستثمار بشباب مصر. أيمن عباس يطلق برنامج تدريبي صيفي لشباب الجامعات بغرض اكتشاف الموهوبين وأصحاب الحلم وتعيينهم بشركاته. الدفعة الأولى تبدأ قريبا في خطوة عنوانها الأساسي الاستثمار في شباب مصر. أطلق رجل الأعمال أيمن عباس برنامج تدريبي صيفي لشباب الجامعات يتضمن تدريب وتنمية ونقل الخبرات العملية والإدارية لشباب الجامعات ليكون مؤهل لسوق العمل، فضلاً عن اختيار أفضل الشباب للتعيين في مجموعة شركات انترو جروب المملوكة له، والتي يصل عدد موظفيها حالياً لأكثر من 25 ألف موظف في 8 قطاعات استثمارية أساسية، وهم البترول والطاقة والتكنولوجيا والصحة والصناعات الغذائية وتدوير المخلفات والتطوير العقاري والمقاولات والإنشاءات. وتتنوع استثماراتها في أكثر من 10 دول مختلفة في الخليج والولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا. التدريب الصيفي الذي أعلن عنه أيمن عباس يحمل اسم انترو هيروز بروجرام، وهو ليس تدريب صيفي بالمعنى التقليدي، إنما هو عبارة عن عدد من البرامج المتخصصة التي سيتم منحها لمن يقع عليهم الاختيار من شباب الجامعات لعامين متتاليين بالتوازي، مع تدريب عملي يقضيه شباب الجامعات في الشركات المختلفة التابعة لمجموعة انترو خلال فترة الأجازة الصيفية، وهو ما يترتب عليه في النهاية نقل خبرات أوسع وزيادة كفاءة الشباب وعلاقاتهم بسوق العمل، وصولا في النهاية لاكتشاف شباب موهوب ويحمل الشغف ويكون مؤهل في المستقبل لأن يكون قيادي من قيادات الشركات المختلفة في فترات زمنية أقصر. تفاصيل البرنامج التدريبي لأيمن عباس. كشف أيمن عباس في تصريحات خاصة لبرنامج التدريب الصيفي، حيث قال أن السبب وراء إطلاق البرنامج التدريبي هو إيمانه الكامل بأن الشباب المصري لديه من الحلم والشغف ما يمكنه النجاح، بشرط توفير الإمكانيات والعوامل المساعدة. وإنه من خلال لقاءاته المختلفة بالشباب من كافة الأعمار السنية استمع لأفكار ومقترحات ومشروعات لا تقل أهميتها أبدا عن المشروعات التي يتم تنفيذها في دول العالم. وبالنسبة لتوظيف الشباب الموهوب في شركات أيمن عباس، أضاف أيمن عباس أن الشباب هم الوقود والقاطرة الأساسية التي ستقود مصر خلال السنوات المقبلة، والبرنامج التدريبي الصيفي ليس غايته النهائية فقط توظيف الشباب في مجموعة الشركات التابعة له، بقدر ما هو اكتشاف وتشكيل عدد واسع من شباب الجامعات، وهم مادة خام جدا يصلح تطويرها وبنائها البناء الصحيح لسوق العمل من برامج تدريبية وخبرات عملية واطلاع على كل كبيرة وصغيرة. طب ايه هي شروط وكيفية التقديم في التدريب الصيفي لأيمن عباس، وليه فتح الباب لكل المحافظات والجامعات؟ وعن طبيعة التدريب الصيفي يقول أيمن عباس: سيتم فتح الباب أمام التقديم في التدريب الصيفي عبر رابط مخصص للتقديم، ومتاح لكافة الشباب من كل محافظات مصر وجامعاتها الحكومية والأهلية والخاصة، إيمانا بالمساواة الكاملة، وإيمانا بأن المواهب والكفاءات تثبت نفسها، وإيمانا بأن الفرص لابد أن تكون متساوية أمام الجميع، سواء لشباب الصعيد أو الدلتا، ما يترتب عليه تخريج شباب بأعمار سنية صغيرة قادرة على تولي مناصب إدارية وقيادية والقيام بكافة أعمالها بكل كفاءة في وقت قصير، مؤكدا أن الشروط الأساسية أن يكون الطالب في الفرقة الثانية أو الثالثة في الجامعة، وسيتم إجراء اختيار للقبول بحيث يتم اختيار 60 طالب فقط يخوضون التدريب الصيفي في الدفعة الأولى. طب إيه هي نوعية البرامج التدريبية والتخصصات المطلوبة؟
أوضح أيمن عباس أن التدريب الصيفي سيتم للطالب الواحد لسنتين متتاليين بواقع شهرين في كل أجازة صيفية، ما يترتب عليه أن الطالب يكون قد حصل على قدر كافي من التدريب يمنحنا القدرة على تقييمه وتحديد مساره فيما بعد، مشيرا إلى أن الطلاب الحاصلين على التدريب لسنتين متتاليين بعد تخرجهم من الجامعة سيتم منحهم دورة تدريبية مكثفة تضمن لهم التأهيل الكافي لدخول سوق العمل والتعيين بأحد الشركات التابعة للمجموعة. وعن التخصصات التي سيتم التدريب فيها فيقول أيمن عباس: هناك العديد من التخصصات المختلفة، من بينها الموارد البشرية والإدارات المالية والهندسة والمبيعات والتسويق والطاقة والبناء والمقاولات والصناعات الغذائية وتطوير الأعمال وغيرها من التخصصات الأخرى. رسالة أيمن عباس لرجال الأعمال. ووجه أيمن عباس رسالة لكل رجال الأعمال المصريين المشاركة في تدريب وتطوير الشباب لسوق العمل والتضامن مع مشروع التدريب الذي يطلقه إيمانا بأن الخير والعائد سيكون على مصر واقتصادها، مشيرا إلى أنه لا مانع لديه أبدا من إتاحة وتوفير التفاصيل الكاملة للبرنامج التدريبي بكل كبيرة وصغيرة فيه لأي رجل أعمال أو مؤسسة خاصة ترغب في تدريب الشباب ومنحهم الخبرات. فرصة بجد ما تتعوضش. ابحث عن الرابط للتقديم في التدريب الصيفي. كان معكم بسمة مجدي.